كارنيفور دايت، الدايت ده مظلوم جدا، ولكن كريستن ليه كان بيستخدمه عشان يوصل لنسبة الدهون الجبارة دي. كان بيوصل لنسبة دهون 3%. الدايت ده بيسموه من الديل للسان، اي حاجة في النص اديها يا معلم، انت معانا في الدايت. انا كده كده بكره انواع الدايت دي كلها. ازيكم يا شباب، معاكم اسلام حسين. فيديو النهارده عن الكارنيفور. طبعا زي ما انت شفت من الثامب. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. كل يوم بنزل لك فيديو عن الهرمونات التغذية، انواع دايت، هل هم طبيعيون السلسله اللي انتوا بتحبوها. فانا مروق عليك جامد والله العظيم. الكارنيفور دايت لحد ما حدش بيتكلم عنه كتير، يعني مظلوم. حتى لما انا جيت اعمل مثلا عنه سيرش على اليوتيوب عشان اشوف حد اتكلم عنه، ما لقيتش حد تقريبا اتكلم عنه بالتفصيل، او يعني كله شقلب وقلب كده، ما فيش حد اداك معلومه مفيده. الكارنيفور يعتبر تريستن ليه، طبعا انت عارف تريستن ليه من اشهر الفتنس انفلونسر في مجال كمال الاجسام. كان بيستخدمه هو والكيتو دايت، بيعتمد عليهم كتير جدا. طب ايه بقى هو دايت الكارنيفور ده؟ ليه فوائد وليه اضرار؟ طبعا ليه حاجات مميزات وليه برضو اضرار. الكارنيفور دايت انت بتاكل بروتين حيواني فقط، ما بتاكلش كارب نهائي، ما بتاكلش اي نوع من انواع الكارب، ولا فاكهه ولا خضار ولا بقوليات ولا دهون حتى نباتيه زي زيت الزيتون والافوكادو والمكسرات. كل الدهون دي متشاله من الدايت. وما انت بتعتمد على ايه؟ انت عايش كده على الطاقه الشمسيه؟ لا، لحوم حمراء فقط. بتعتمد على الدهون والفات من اللحمه مثلا، او الحاجات اللي جوه دي. الدايت ده زي ما انا قلت لك بيسموه من الديل للسان. ليه من الديل للسان؟ لان اي حاجه مثلا في البقر او الجاموسه من الديل للسان معانا بتتاكل. مخ، لحمه راس، قلوب، كبد، كلاوي، عكاوي، مكاوي، يلا بقى عشان انا ما بحبوش اساسا. يلا. كوارع، اي حاجه في النص بتتاكل، اي حاجه في الماشيه من جوه، فشه، كرشه، ممبار، اي حاجه من جوه بتتاكل. نخش بقى على الفوائد بتاعه الكارنيفور دايت. اول حاجه ان طبعا هو في اول استخدامه، وركز معايا، في اول اسبوعين كده او 3 اسابيع من الاستخدام بتحس بنقص جبار في نزول الوزن. بتحس ان انت جسمك بينزل بسرعه. ليه؟ ان طبيعي مفيش اي نوع من انواع الكربوهيدرات، انت بتاكل بروتين بس. بتعتمد على الدهون الحيوانيه، فطبعا السعرات بتبقى قليله. جسمك بينزل كميه ميه رهيبه، فبتحس في اول كام اسبوع انت جسمك بينزل بسرعه. مع الاسف بعد كده جسمك بيبدا التطور بتاعه يقف. وده عن تجربه، محدش يجي يقول لي لا اصل هي سعرات، لو انت عامل عجز هتخس، ولو انت عامل اوفر او عامل زياده في السعرات هتزيد. يا حبيبي ماشي، ما اختلفناش، بس انت ناسي ان جسمك ممكن يعمل حاجه اسمها بلاتو او بلوك، او ان انت جسمك يقف. ما تسمعش عنها خلاص. تاني حاجه ان هو بيسد الشهيه وبيحس ان انت شبعان. ليه؟ لان طبعا البروتين بيصعب على المعده من حيث الهضم، فبتحس ان انت دايما بطنك مليانه مش عايز تاكل، لان انسولين الدم بيبقى منتظم وستيبل. ليه؟ ان مفيش كربوهيدرات او نشويات في النظام او الدايت ده، فانت الانسولين عندك في الدم بيبقى منتظم ومش بيبقى عالي، فانت بتحس بان انت مش عايز تاكل، ما عندكش نهم للسكريات، ما عندكش بالمعنى الاصح كريفنج، او ان انت عايز سكر وانا عايز سكر. فدي حاجه كويسه ان هي بتظبط الشهيه وبتحسسك ان انت شبعان دايما. تالت حاجه ان هي كويس جدا الكارنيفور للقولون، والقولون بس مش الجهاز المعده عامه، لا القولون. ليه مش على المعده كلها؟ هقول لك قدام ليه مش على المعده كلها. ليه يا اسلام كويس على القولون؟ ان انت مش بتاكل اي نوع من انواع البقوليات، مش بتاكل حمص، مش بتاكل ترمس، عدس. الانواع البقوليات دي بتبقى رخمه على القولون، فانت بتبقى مش بتاكل الحاجات دي كلها، فالقولون بتاعك بيبقى مرتاح وكويس. فمثلا بيبقى عندي عميل مثلا عنده حساسيه من اي حاجه للقولون، بشيل له البقوليات تماما عشان يبقى حاسس براحه في القولون بتاعه. وتالت ودي يعتبر اهم حاجه للناس اللي عندها فقر دم، او الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء عندهم ناقصين جدا في الدم، او بمعنى اصح الانيميا. مش بقول لك انت عندك انيميا وشك مصفر كده وعندك انيميا، بالظبط الناس اللي عندها انيميا الكارنيفور كويس جدا جدا ليهم، بسبب ان الكارنيفور طبعا فيه كميه حديد. طبعا انت بتاكل لحمه وكبده، الكبده فيها كميه حديد وفيتامين ايه رهيبه، فانت لو عندك انيميا الكارنيفور والحاجات دي هتبقى كويسه ليك جدا. اما لو انت عندك الهيموجلوبين عالي زي حالاتي وحديد اللي في الدم عالي، ما بلاش، ابعد عنه تماما. انا عندي الهيموجلوبين اساسا فوق الافريج بشويه، فانا ما ينفعليش الحاجات دي. ورابع فايده للكارنيفور ان هو كويس جدا جدا للبشره وللعظم بتاعك، وخصوصا البشره. ليه؟ لان طبعا الحاجات اللي بتبقى جوه زي مثلا الكوارع، لو انتم ما تعرفوش يعني كوارع، فدي رجول البقره او رجول الجاموسه، بنسميها احنا عندنا في مصر كوارع. الكوارع دي فيها ماده زي الكولاجين. الكولاجين دي كويسه جدا للبشره وللشعر والضوافر وللجلد، وبرضه بتقلل الشيخوخه. فطبعا الكارنيفور بيحسن جدا من البشره والحاجات دي كلها. ده خلصنا الفوائد بتاعه الكارنيفور، نخش بقى على ايه؟ على الاضرار. طبعا ما كل حاجه ليها اضرار. اول حاجه انا ما بحبش ليه الكارنيفور لمده طويله، او ان انا امشي عليه مده طويله، لان طبعا انا بحب ان الدايت يكون متكامل فيه جميع النيوتريشن، او الحاجات المتكامل. دايت متكامل، بالانس دايت من الاخر. يكون فيه بروتين، لازم يكون فيه نشويات، ما ينفعش حاجه اسمها نقطع كارب. عرفتونا بقى، مفيش حاجه اسمها في الدنيا اقطع كارب. بفكر ان انت تقطع كارب وتبقى زيرو كارب، كده هتنشف بسرعه وهتنزل في الوزن بسرعه. يبقى سلمني عليها. مفيش حاجه اسمها اقطع دهون، لو انت بتقلل دهون جامد او قاطعها
هيبقى عندك نقص في المعادن زي او الفيتامينات زي الاي والدي والاي والكي، طبعا غير النقص في التستوستيرون لان هرمون الذكوره بيدوب او بيحب الدهون. انت بتقول ايه؟ طبعا الفيتامينات او الاربع فيتامينات اللي انا قلت لك عليهم دول بيدوبوا في الدهون، فانت لو مفيش ومش بتاكل دهون الفيتامينات دي مش هتدوب في الدهون. وطبعا اشهرهم فيتامين دي. فيتامين دي انت بيدوب في الدهون، فانت لو مش بتاكل دهون فيتامين دي هيبقى ناقص جدا 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 عندك في الجسم. وطبعا مش هحتاج اقول لك اعراض نقص فيتامين دي ايه يعني. اولا هرمون الذكوره عندك بيبقى قليل، حتى اسمه فيتامين دي فور ديك، انا اسف يعني دي فور ديك يعني دي للعضو الذكري يعني. لا انا ما اسمحلكش. انا قلت لا من فضلك. مش عايزين نخش في تفاصيل. فانت لو انت عندك فيتامين دي عندك واطي، حماده عندك تحت مش هيبقى تمام خالص وهيبقى زعلان منك، العظم بتاعك هيبقى هش، هيجي لك هشاشه عظام لان الفيتامين دي بيحسن من امتصاص الكالسيوم من العظم. تالت حاجه هيجي لك اكتئاب. لك نفسي من فوق السفره عشان ترتاح. ليه بس يا ابني؟ اكهرب لك نفسي عشان تخلص مني. كمان ان الفيتامين دي انت مش بتاخده غير من الشمس، يعني مثلا مش بتعرف تنتجه من الاكل كتير قوي، فنقص فيتامين دي بيبقى كارثي. فعشان كده انا ما بحبش الكارنيفور لمده طويله، ممكن استخدمه مده اسبوعين، عشان طبعا نقص النشويات بيقلل التركيز بتاعك، بتحس ان دايما ان انت عصبي. لما بتقلل نشويات وملح وصوديوم طبعا التركيز بتاعك بيبقى زيرو، بتحس ان انت تعبان، حاسس بدوخه، الباور بتاعك مش قد كده، تعبان في الجيم، مش قادر تشيل اوزان. فدي كوارث من كارثه الكارنيفور. تاني حاجه في الكارنيفور ان هو بيعلي كوليسترول الدم، وطبعا ال LDL عندك بيبقى عالي، وال HDL او الكوليسترول المفيد او الكويس بيبقى واطي، لان طبعا انت بتاكل كميه دهون حيوانيه برضو كبيره. فالموضوع لازم كل شويه تعمل تحاليل لايبيد بروفايل عشان تطمن من الكوليسترول بتاعك، لازم تاخد اوميجا 3 مع الكارنيفور عشان تخلي الكوليسترول عندك في معدلاته الطبيعي وما يعلاش. وتالت عيب في الكارنيفور ان هو بيبقى تقيل على الكلى والكبد. ليه؟ ان طبعا البروتين الزياده بيبقى بيعلي من انزيمات للاسف الكلى، اليوريا والكرياتينين والجي اف ار ممكن تلاقيهم عاليين. فلو انت عندك مشاكل في الكلى او الكبد ابعد تماما عن الكارنيفور، ان انت بتعتمد على البروتين بس. فالبروتين طبعا العالي بيأثر وبيزود انزيمات الكلى. وتالت حاجه بقى ان هو تقيل على الجهاز الهضمي شويه، زي ما انا قلت لك في الاول هو مريح للقولون بس تقيل على الجهاز الهضمي. ليه؟ ان البروتين بيبقى صعب وتقيل ورخم على الجهاز الهضمي ان هو يهضمه، عشان كده بتحس ممكن يعمل لك شويه مشاكل في البطن لو انت مزود قوي. خامس حاجه برضو ممكن يجيب لك امساك، ان انت مفيش الياف، انت مش بتاكل خضار، فبتحس دايما ان انت عندك امساك. مشاكل برضو في الاخراج، مشاكل كبيره برضو. واخر ضرر ليه او اخر حاجه انا ما بحبهاش في الكارنيفور ان انت مفيش فيتامينز. انت طبعا بتاخد الفيتامينز من الخضار وبتاخدها من الفاكهه، انت ولا بتاكل ولا فاكهه ولا خضار، فالموضوع بيبقى طبعا ممكن يجي لك نقص في الفيتامينات. فلازم مع الكارنيفور تاخد مالتي فيتامين زي ليميتلس مثلا عشان توازن المعادن والفيتامينات اللي هتنقص عندك في الجسم. انت يا اسلام بتحب الكارنيفور؟ انا بصراحه بستخدمه زي ميديكال فيز، وركز معايا يعني في مرحله علاجيه. لو واحد مثلا عنده السكر بحاول استخدم معاه الكارنيفور مثلا لمده اسبوعين ل3 اسابيع ونقيس السكر، وبعد كده ابدا ارفع له النشويات تدريجي. مفيش حاجه اسمها اقطع النشويات، مفيش حاجه اسمها اقطع ملح، مفيش حاجه اسمها اقطع ميه، مفيش الكلام ده يا حبيبي. انت عايش في العصر الجاهليه، خلاص احنا في 2025 يعني. ربنا خالق جسمك بيحتاج العناصر كلها، جسمك ما ينفعش تعيش من غير بروتين. البروتين هو المصدر الاساسي في بناء العضلات، الكرب والنشويات هي المصدر الاساسي في الطاقه ما ينفعش تقطعها، الدهون هي المصدر الاساسي اللي عمل هرمونات جسمك كلها، هرمونات جسمك كلها والفيتامينات بتدوب في الدهون. طبعا في فيتامينات بتدوب في الميه بس انا بديك مثال يعني. جسمك محتاج الياف عشان طبعا الجهاز الهضمي يبقى مرتاح، عشان ما يجيلكش امساك. فكل حاجه ربنا خليها مفيده لجسمك، ما ينفعش تقطع او تسيب عنصر فيهم. انا بستخدمه اسبوعين بس كفتره علاجيه، وبعد كده برجع لبالانس دايت عادي. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير لاصحابك. اشوفكم الفيديو بكره.